السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة وصفة سهلة وبسيطة وحلوة جدا. هنعمل النهاردة قرع العسل بالبشاميل، يا رب يعجبكم. معانا مكوناتنا: قرع عسل في حدود كيلو، كوباية سكر كبيرة. اول خطوة يا حبايبي عندي هجيب حلة واحط فيها قرع العسل بالشكل ده كده، وهنزل بكوباية السكر بتاعتي عليها بالشكل ده كده، بالشكل ده، وهسيبه لمدة ساعة لحد ما ينزل ميته خالص. هغطي عليه واسيبه لمدة ساعة. وبعد ما سبت يا حبايبي قرع العسل ساعتين، تعالوا نشوفوا هو عمل ايه. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، نزل المية بتاعته بالشكل ده. شايفين المية كلها نزلت والسكر بتاعي داب خالص. نار ومش هزوده ميه لان هو بيستوي على نار هاديه كده. هينزل الميه بتاعته وهيستوي كويس وهيرجع يشربها تاني، فانا مش هزود له ميه خالص. فانا هحطه على النار دلوقتي لحد ما يستوي. وده يا حبايبي قرع العسل بتاعنا، بسم الله ما شاء الله. بعد ما حطيته على النار وفضل يغلي شويه، شايفين بسم الله ما شاء الله عامل ازاي؟ نزل كل الميه اللي فيه وبدأ ان هو يستوي ازاي. هقلبه واغطي عليه واسيبه عشان يكمل سواه. تاني خطوة عندنا يا حبايبي في عمل قرع العسل، وهو البشاميل بتاع قرع العسل. يلا نشوف مكوناتنا بتاعة البشاميل ايه. عندنا كيلو لبن، 3 معالق دقيق، 3 معالق سمنة بلدي، نص كوباية سكر، معلقتين كبار كريم شانتيه، نص معلقة صغيرة فانيليا. يلا نبدأ بطريقتنا ونشوف اول حاجة هنعملها ايه في بشاميل قرع العسل لحد ما القرع بتاعنا يستوي. خليكم معايا. اول حاجة يا حبايبي في البشاميل هحط حلة على النار، وبعدين هنزل فيها السمنة البلدي بتاعتي الحلوة دي، وبعدين هنزل الدقيق واحمرهم مع بعض شوية لحد ما يبقى لونه صفر فاتح كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بالشكل ده، واقلبهم مع بعض. هفضل اقلب بالشكل ده يا حبايبي لحد ما شايفين الدقيق عندي ما شاء الله ريحته اتحمصت السنه اهوت. هو ده اللي انا عايزاه. هنزل بقى باللبن بسم الله الرحمن الرحيم واحده واحده. اللبن ساقع يا بنات، اللبن ده لبن ساقع عشان ما يكلكعش معاكي، يبقى لازم يبقى ساقع. هقلب كده وايدي في البشاميل على طول عشان ما يكلكعش. هنزل واحده واحده واقلب، انزل باللبن واحده واحده واقلب. بعد ما نزلت باللبن كده كله هفضل بقى اقلب فيه لحد ما ينعم معايا وقوامه يبدا يتقل معايا بالشكل ده. هنزل بالسكر يا حبايبي بالشكل ده. السكر حسب اختيارك، يعني لو انت عايزاه مسكر قوي بتزودي السكر، لو عايزاه مظبوط برضو بتظبطيه، بتدوقي السكر وتظبطيه، ولو عايزاه مسكر قوي برضو بتزوديه. السكر حسب اختيارك انت. نكتب السكر بالشكل ده وهفضل اقلبه لحد ما يدوب ويبدا يتقل معايا. بعد ما نزلت بالسكر وداب يا حبايبي هنزل بقى بالمعلقتين كريم شانتيه بسم الله الرحمن الرحيم واقلبهم كويس بالشكل ده، وافضل اقلب بقى لحد البشاميل بتاعي ما يتقل معايا. انا مش هحط الفانيليا الا في الاخر خالص. هقلب كده لحد القوام بتاع البشاميل ما يتقل معايا. وبعد ما البشاميل بتاعي يا بنات شايفين بسم الله ما شاء الله تقيل ازاي؟ تقيل خالص بسم الله ما شاء الله. هو ده القوام اللي احنا عايزينه، وكريمي خالص وريحته بسم الله ما شاء الله تحفة جدا.
وبكده يكون البشاميل بتاعي جاهز. هنزل بقى بنص معلقه صغيره فانيليا واقلبه كويس واطفي عليه النار بالشكل ده. وده كمان يا حبايبي قرع العسل بتاعي استوى وبقى هو كمان جاهز. يلا بقى نجهزه عشان ندخله الفرن. ههرس قرع العسل بتاعي كده وهو سخن يا بنات عشان يبقى طري مستوي معايا وما يبقاش مكعبات، يبقى كده اهرسه بالشكل ده بالمعلقه عشان يبقى ناعم معايا، ما يبقاش مربعات زي ما هو بالشكل ده. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، ريحته حلوه جدا، ريحه البشاميل تحفه ما شاء الله. يا بشاميل بالسمنه البلدي حلو جدا، جربوه وان شاء الله هتعجبكم الطريقه دي. وده كده خلاص القرع بتاعي بقى جاهز. عندي صينيه مستطيله دهنتها سمنه بالشكل ده. هنزل بقى بكرنيب بشاميل في ارضيه الصينيه بالشكل ده، طبقه خفيفه خالص، هعمل طبقه خفيفه قوي من البشاميل تحت بالشكل ده. شايفين يا حبايبي كده، واتزحها في الصينيه كلها بالشكل ده. وبعد كده بقى هنزل بالقرع العسل على الطبقه بتاعه البشاميل. هنزل كده بطبقه من قرع العسل في الصينيه بالشكل ده واوزعها فوق البشاميل كده بالشكل ده. شايفين معايا يا بنات كده؟ بسم الله ما شاء الله، يا حاجه كده تفتح النفس والله. بسم الله ما شاء الله بالشكل ده. وبعد ما خلصت طبقه قرع العسل بالشكل ده يا بنات، متاح ان انت تحطي مكسرات عادي، يعني تحطي جوز الهند، زبيب، مكسرات، اي نوع انت عايزاه تحطيه عليه قبل الطبقه الاخيره بتاعه البشاميل عادي. بس انا مش هحط عليها مكسرات، احنا عايزينها ساده، فانا هكمل بقى واحط طبقه البشاميل اللي فوق بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده يا حبايبي كده. شايفين ما شاء الله، اللهم صل على النبي بالشكل ده. هنزل بقى طبقه البشاميل كلها واسويها. بعد ما نزلت البشاميل بالشكل ده يا حبايبي، هفضل بقى اسويه بالشكل ده، اسوي الطبقه اللي فوق بالشكل ده قبل ما ندخلها الفرن بالشكل ده كده. بسم الله ما شاء الله، شايفين؟ بسم الله كده. هسويها من كل الاتجاهات عشان يبقى السطح بتاعي كله متساوي وكله طبقه واحده. وبكده يا حبايبي اهي خلصت الطبقه اهيت. بسم الله ما شاء الله. وكده صينيه قرع العسل بتاعتنا بالبشاميل كده جهزت خلاص. اعمل كده عشان السطح بتاعها يتساوى. هدخلها بقى الفرن على اخر رف، هحط الشبكه واحطه على اخر رف لحد ما تاخد وش من فوق وتبقى لونها كده صفري وحلوه تحمر، ووش من تحت. هي كده كده كل حاجه فيها مستويه، عايزين بس تاخد وش من فوق ووش من تحت. دخلها بقى الفرن على درجه حراره 200 لمده من ربع ساعه لنص ساعه لحد ما تحمر. ودي يا حبايبي صينيه قرع العسل بالبشاميل بعد ما قعدت في الفرن نص ساعه. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، خدت لون من فوق وبقت تحفه. شايفين ما شاء الله؟ اسيبها بقى تبرد شويه وبعد كده هقطعها واوريها لكم. ودي يا حبايبي صينيه قرع العسل بعد ما بردت شويه، هي لسه دافيه، بعد ما بردت شويه هقطعها ونطلع قطعه ونشوفها. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما قطعتها بالشكل ده يا حبايبي هشيل بقى اخد منها قطعه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله
طلع منها قطعة، دي لسه سخنة اصلا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. طلعت القطعة، بسم الله ما شاء الله. شايفين يا حبايبي؟ بسم الله. شايفين؟ انا طلعت قطعتين عشان اعرف اطلعها. بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ وريحتها تحفة جدا وحلوة قوي يا بنات. بسم الله ما شاء الله. شايفين بشاميل؟ شايفين قرع العسل؟ تحفة تجنن. جربوها وان شاء الله تعجبكم. لو عجبتك الوصفة اعملي لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل فيديوهاتي اول باول. كنتم في اكل السما من اكل كل بيتي وسهل ولذيذ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.